مرفوض مرفوض يا استاذ. انت فكرك الجنسيه المصريه كده بالسهل؟ روح حسب الله عليكم بره. يلا النكست. اهلا وسهلا يا كابتن. والله العظيم الموظفين عندنا من ساعه ما عرفوا ان انت جاي وهم شغالين في الورق بتاعك بايديهم واسنانهم. كلوا الورق؟ لا قصدي يعني شغالين من قلبهم. يس شكرا. قول لي بقى يا كابتن اسمك ايه؟ ماي نيم از كابتن جاك شبراوي. نجحت في اول اختبار. ده عشان حافظ اسمي ولا ايه؟ ايوه، انت عشان تاخد الجنسيه المصريه لازم تنجح في الاختبارات اللي هعملها لك دلوقتي عشان تثبت انك عارف عاداتنا وتقاليدنا وصفاتنا وسماتنا وتراثنا وفولكلورنا وفوق كل. اجي بكره نبدا من اليوم من اوله ولا ايه؟ ولا نبدا؟ الكاميرا دي هتسجل كل الاختبارات اللي هنعملها لك دلوقتي. هاي ركز معايا. اوكي، انا عاوز جنسيه مصريه، عاوز اعيش معاكم ابقى مصري. عجبني حماسك. يا الاختبار التاني اغاني وحشاني. يا اعمل ايه بقى؟ دلوقتي هشغل لك اغنيه وهتقف قبل حته معينه ولازم انت تكمل كلام الاغنيه لانك لازم تثبت انك عارف اغانينا والحاننا. بس انا تمام، انا موافق. يلا ركز. يس. مليت فيا الهنية وهصمني النوم يعني درجن. يعني درجن درجن هو راكب حصان؟ دي أغنية صعبة. لا لا ركز، دي سهلة قوي. سهلة ايه؟ ده بيقول يعني فيها يعني فيها ولا ما فيهاش؟ فيها يعني فيها يعني وهصمني النوم يعني هبات بالليل يعني هنام بالليل يعني هصحى الصبح بدري يعني مش هروح الشغل يعني انا مش عاوز اخد النقطة ديت، انا خسران. ما تستسلمش بسهولة. انا راجل كسول. خسرت اول نقطة. احسن. ركز في الاغنية اللي بعدها. حاضر يا رب. عدت وعديت في النقطة دي يا كابتن، برافو عليك. يس. الأغنية اللي بعدها. يس. دي جنسية الكويت دي ولا ايه؟ لا ده بس الموبايل رن، أنا آسف معلش. اوكي، وأنت حاطط لي الرنة دي يعني؟ ما بحبها أصلي. اوكي ركز بقى. سنيني اشرب همور وحشيش. لا اشرب همور وحشيش. لا يا كابتن غيرها. يس، لما اروح السعودية قال اشرب تمر وحليب. غيرها. فأني بلد بقى ايه؟ هو يعني انت جايب اغنية صاحبها مش راسي عليها، هو مش فاهم اصلا هو عاوز ايه. انا هعرف لو راح السويد يقول اشرب فودكا وهريم، لما يروح مثلا منوفية يقول اكل محشي وفطير. انا مش عاوز كده، انا عاوز اغنية واضحة. هحسبها لك صح، انت بصراحة اقنعتني. يس، اهتاروا اهانيكوا. ماشي. اوكي يلا الأغنية اللي بعدها. سهلة دي. لا لسه شوية هبة. طب وهي المحبة عشان عيوني خلاص هليك. غلط. عشان وهي. طب وهي المحبة وهي أمك خلاص هليك. حياة أمك هيحلفوا بأمه ليه في الأغنية؟ أنا معرفوش. وهي في خلاص هليك. خلاص خليك. يعني أنا خلاص هليني ولا؟ لا هي آخرها خلاص خليك. طب ممكن تساعدني؟ ماشي. أوكي كلمة. هو ده شغال. ركز معايا، قول معايا. اوكي. مدام. ايوه. طب هي المحبة مدام بوسينة خلاص هليك. مدام بوسينة ايه؟ هيحب واحدة متجوزة؟ انا مالي، وانا انت ليه بتدهني في حاجات مش بتاعتي؟ الله. وما تزعليش عشان انا ما بحبش حد يزعلي كده. خلي بالك ده كده اعتداء على موظف اثناء تأدية عمل. هو فين امله ده؟ انت واقف على دي جي، انت بتاخد فلوس من الشغلانه دي؟ انا مش فاهم ايه ده، فين الامل ده؟ طيب ركز عشان تاخد الجنسية. الاختبار الثالث. رد عليا بقول لك. هو انت قلت حاجه؟ هو الاختبار اسمه رد عليا بقول لك. يا دنيله خلصني يلا. هقول لك شوية حاجات وترد عليا بسرعة. ماشي اوكي. هترد بإيه لما حد يقول لك شكرا؟ الاف. برافو. ايه ده؟ عايز حاجة يا صاحبي؟ عاوز حته ب50. نعم. او ب200. ايه ده؟ مره واحد يقول له عاوز نص سنتي، عاوز ربع. خلاص يا كابتن فضحتنا خلاص. اوكي ام سوري. ركز في دي. نعيما. ايه؟ نعيما. الله يهرب بيت امك. هتقول له كده؟ لا اقول لك انت.
لا خلي بالك، ده كده اعتراء على موظف اثناء تأدية عمل. فين امله؟ نفسي اعرف فين الموظف وفين امله. ركز. حاضر. اختر من بين الاقواس. اوكي يعني حاجات مش موافق. لما ابنك يضايقك هتقول له تعالى نقط على قبري، عيط، تف، اقف. شو هتقول لابنك كده؟ ام اشرف بتقول كده لاشرف تحتينا، وابو اسام بيقول كده فوقينا، وام حماده بتقول خلاص دي عمارة زبالة. الكلام ده عندها، عندنا، عندهم. عندها. صح. اكمل ما ياتي. لو انت سواق ميكروباص حلو. وحد زنق عليك في الشارع هتقول له هتهكها اجيبك تحتها. هو مولين بولاق ده ولا ايه؟ لو ابنك طلب منك فلوس هتقول له هم من امك، او وانا ادا لبنك، او هدوني بقوني، او هطلع امه ويتشرد ويعرف ان الله حق، عشان ما يطلبش حاجه تاني من حد.